السلام عليكم. انا كنت طبقت معاكم الطقم ده على اللون الموف. النهارده هطبقه معاكم بس على اللون الكشميري ده وبموديل تاني مختلف. التاني كان 2 كورنيش كشكشة، تمام. بس ده هيبقى ايه، نظام بليسيه، كسر كسر و... وكنار واحد، مش 2 فوق بعض، تمام. انا عملت شوية هم مع نفسي وايه، وهكمل الباقي معاكم. بس انا علشان بيبقى فيه فرق ما بين السادة والكوبير، فباخد اول حاجة اعمل كسرة كده اهي، تمام. وتحت هنا كده بدي كسرة صغننة علشان يطلع معايا الفرق بتاع القماش ده مع ده، عشان في فرق معايا حاجات بسيطة، فانا ايه، مش مستاهلة يعني ان انا اعطل نفسي. تحت الوردة بروح مديها كسرة صغيرة علشان في الاخر عايزة القماشة دي تبقى مع الجبين اهي، فاضل لها كسرة اهي. طبعا مع اختلاف ما بنمشي، الكسرة دي ما بتقلش على طول يعني ممكن نعمل واحدتين تلاتة كده، تمام. فاحنا مستمرين اهو فيها، وبحاول اطلع بالجبيرة شوية فوق علشان مديه نفسي بروح كده الاتنين مع بعض كده. كده بدأت من نص الكسرة بتاعت القماش بتاعي، وجيت حطيت من عند الوصلة علشان لو زادت معاكي حاجة وانتي ماشية بتكسريها، وبيبقى الكورنيش بتاعك واخداه لغاية الاخر، ما تقصيش منه حاجة. لو انتي كده مكسرة بس ممكن يفيد معاكي 20 سنتي 40 سنتي على حسب التكسير اللي انتي مكسراه. فبتقيسي وانتي ماشية، كل ما بتمشي شوية بتقيسي، لو لقيتي الزيادة معاكي بتدي كسرة كده، تمام. متعديش الخياطة وتخلي الخياطة باينة. ما مش عايزة تعملي كده، قيسي 240 بعد ما تكسري الصافي بتاع الكورنيش بتاعك يطلع معاكي 240. عايزة تشتغليها على الملاية على طول، اشتغليها على الملاية على طول. عايزة تصفيها بره الملاية وتركبي كورنيشك على طول، اللي يعجبك. وانا شغالة كده بلاقي المسافة معايا واسعة، باخد كسرة تاني، ماشي. واقيس كده مقاساتي، هلاقي لسه في زيادة، تمام. بس الزيادة مش هتبقى كتير يعني، بين كل واحدة والتانية كسرة، بس احنا عاملين القماش بزيادة. اديني خلصت اهو. الكسر بتاعتنا جميلة ما شاء الله. هبتدي اخد بقى من الجنب التاني، بتظبطي ايدك عشان يبقى ايدك ظابطة القماش، عشان ما تزوديش حاجة، عشان هو كده كده الكسر بتديها شكل حلو، فهي ما فيهاش مشكلة يعني لما تكتري فيها الكسر بتكون احلى واجمل، تمام. هسيب نص المساحة دي كده علشان انا معايا كسر مش كتيرة، فانا هكترها بقى. بس انتي ما شاء الله عاملة عرض القماش 240 في 240، يعني الكورنيشة معاكي 5 متر او اقل من 5 متر بحاجات بسيطة، 20 سنتي. الشغل بسم الله ما شاء الله، الشغل فاخر من الاخر، حاجة عظمة يعني عظمة.
وما توفيقي الا بالله. النتيجة بتاعت الشغل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني انا مش عارفة افرده عشان المكنة، بس بصراحة شغل فاخر من الاخر، اللهم بارك. هنركب عليه الشريطة بتاعتنا. هبتدي بقى اركب الشريطة بتاعتنا. دي وارجع لكم تاني وانا ايه بركب بقى الكولر، علشان هعمل الجنب التاني برضو نفس النظام. تمام، انا كده خلصت تثبيت الحتة دي معايا الوردة. تمام، هبتدي بقى. انا كده بكمل معاكم اهو بقيت الجبيرة بتاعتنا القمرة دي. تمام، طبعا عايزه اقول لكم الملايه دي بسم الله ما شاء الله، يعني اقل من ال3 متر بحاجه بسيطه. فطبعا انا المفروض بعملها دي قبل الكورنيشه، بس انا عشان اليومين دول تعبانه، فالحمد لله يعني ما عنديش تركيز خالص، يعني الحمد لله. حتى برضو في المقاسات انا جبت المقاسات بتاعتي طلعت ناقصه، وبعدت جبت قماش تاني مش من القماش ده، جبت الجبير. برضو كنت دماغي مصدعه جامد جدا وكنت تعبانه قوي، وانا طول ما انا تعبانه ما بيبقاش عندي تركيز يعني. ده المفروض احنا بنحتاج له كام؟ 2.5، وهتقسمي ال2.5 على على الكنارين هيديكي 5 متر. ال5 متر دول اسمه ايه ده، الكورنيشة. ومعاكي خدادية 70 سنتي. تمام، طبعا الجبيرة دي هتنزل على الخدادية بالرسمة بتاعتها كده بالعرض كده، مش نايمة زي ما احنا بننيمها. طبعا انا نسيت وحسبت على اساس ان هي نايمة هناخد 55 سنتي، فأثرت معايا في كده. المفروض ان انا هقيس كده بالعرض كده 70 سنتي، يعني هتجيبي من التاجر للخدادية كده كده هيبقى معاكي كنارين، يعني هتجيبي 1.25 متر للخدادية، مش نص متر. فطبعا انا بعد ما اشتغلت خدت بالي بقى، ربنا يعافيكم. الواحد لما بيكون تعبان التركيز عنده بيقل شوية، وطبعا انت عندك شغل لازم هتشتغل، مش ينفع تقولي انا تعبانة. غير ان انت بيجي عليكي وقت المكان اللي انت بتجيبي منه القماش بيبقى يوم في الاسبوع زي سوق الجمعة كده. طبعا انا اضطريت ان انا انزل العتبة، فكل ده كان ضغوط عليا، فالحمد لله يعني بسيطة. انا كده بصحح لك المقاسات بتاعتي. يبقى انت كده هتجيبي 4 إلا ربع. وتعملي حسابك لما تكوني بتشتري من تاجر جديد زودي ربع متر كمان، علشان التاجر الجديد مش بيتقي الله في المقاسات معاكي.
طبعا دي فاطمة يعني بتحب تسيب البصمة بتاعتها، التاتش بتاعها. لو لقيت الجبيرة طالعة خارج الشريط بتاعك بتاع الجبير، بتتنيها على جوه كده عشان يبقى الشغل بتاعك نضيف ومفيهوش حاجة. كده انا خلصت الشريطة. متنسيش اللايك، سبسكرايب، شير، فيديو استفيدي، دعوة حلوة من قلبكم. لو انت مش محتاجة الفيديو ده ممكن غيرك تحتاجه، ولو انت حابة تستفادي تابعي الحلقة بتاعت القص، هسيبهولكوا فوق عند علامة الاي. ادخلوا عليه هتلاقوا الفيديو بتاع القص، وهتلاقوا الفيديو بتاع الخداديات. لو ما نزلتش حلقة القص تنزل لكم حلقة الخداديات. طبعا النتيجة والجمال والروعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا ده يعني فستان الكسر دي والنفشة دي والشغل الفخم ده شغل فساتين. بصوا الجمال، لا عليك يستحق اللايك ولا لا. ده كده لسه كمان في مكوى، يعني ده الشغل بتاعنا على الطبيعة من غير مكوى. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا بتستفادوا من الحلقات بتاعتنا، وبشكركم جدا جدا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.